افضل استثمار في الوقت الحالي. ناس كتير جدا بتسأل على افضل استثمار في الوقت الحالي. النهاردة الموضوع بتاع الاستثمار هنتحدى بيه الشيطان. الشيطان نفسه مش هيقدر ان هو يقف قدامنا في الاستثمار ده. تعالوا نستثمر في ذنوبنا. الذنب بتاعنا هنستثمر فيه. يعني ايه الكلام ده؟ استثمر في الذنب بتاعي اللي هو ازاي؟ النهاردة لو انت مش قادر ان انت تتوب عن الذنب اللي انت بتعمله، ما تتوبش. اعمله ازاي؟ يعني اعمل الذنب. اعمل الذنب، بس كل مرة تعمل فيها الذنب اللي انت بتعمله هنعمل فيه استثمار. كل مرة الواحد بيعمل الذنب وبعد كده بيرجع يقول انا عايز اتوب. كل ما بتيجي تنوي ان انت تتوب هنطلع صدقة في مرة، هنصلي ركعتين لله، المرة اللي وراها هنصلي 4، المرة اللي وراها هنصلي 6، المرة اللي وراها هنصلي وهنطلع زكاة، هنطلع صدقة تانية. لازم ان احنا نعمل عملية استثمار. طالما انا مش قادر ابطل الحاجة اللي انا بعملها فلازم ان انا اكسب منها. لازم اكسب. في ناس بتيجي تقول لك انا اخر مرة اعمل الحاجة دي، عمري ما هعمل الموضوع الفلاني ده بعد كده، خلاص دي اخر مرة ان انا اعمل الكلام ده. ويرجع مرة تانية الشيطان يوسوس له، يبص يلاقي نفسه رجع عمل نفس الغلط اللي هو بيعمله. يرجع خلاص والله اخر مرة. طب اخر مرة هتعمل ايه؟ لازم بقى نطلع بقى حاجة لله. نطلع بقى ايه؟ حاجة لله. كل مرة هتطلع حاجة لله هنزودها. كل مرة هنطلع حاجة لله هنعلي على نفسنا ونرفع الحاجة. بدل ركعتين يبقى 4، بدل 4 يبقوا 6، بدل 6 يبقى 8. الصدقة بدل ما هطلع 100 جنيه هطلع 200، المرة اللي وراها هطلع 400. هقعد أعلي على نفسي. هو أنا كده بعمل إيه؟ أنا كده بعمل استثمار. النهاردة كل الناس تفكيرها الفلوس والاستثمار والاقتصاد، واشيل فين واحط فلوسي ازاي واكسب ازاي وارباحي ازاي. كل الناس النهارده بتفكر في الفلوس وبس. طيب ما احنا النهارده هنتكلم على حاجه اقوى من الفلوس. حاجه اقوى من الفلوس. الفلوس هتقعد معايا في الدنيا، بعد كده مين اللي هيقعد معايا؟ مفيش حد قاعد معايا. فلما حاجه النهارده افكر في الاستثمار الصح اللي انا المفروض اشتغل فيه، الفكرة اللي انا بقولها ارجو ان هي توصل لكل الناس. النهاردة كلنا مفيش حد فينا نبي، كلنا مش انبياء ولا احنا ملايكة، ولا ملايكة ولا انبياء. هتلاقي كل واحد مننا عنده ذنوبه بيعملها. من غير ما نضحك على بعض، دور هتلاقي انت عندك ذنوب كتيرة بتعملها. لما تيجي تفكر الذنوب دي اطلع منها ازاي مستفيد، شوف الكلام اللي انا قلته وهتلاقي الكلام اللي انا بقوله فيه افادة كبيرة جدا. يا ريت ان احنا نوصل الفيديو لكل الناس، لان كلنا زي ما انا قلت كلنا هتلاقينا مذنبين، وفي لحظة ممكن تلاقي الحساب جه. احنا ما نعرفش هنتحاسب امتى وما نعرفش هنموت امتى. فلازم كلنا نعمل حسابنا على ان احنا نحاسب نفسنا قبل ما احنا اللي نتحاسب. ارجوكوا وصلوا الفيديو لكل الناس، وما تزعلوش لو اي حد مننا عمل ذنب او حصل عنده اي حاجة بيعملها غلط. ما يهمكش، بس خلي نيتك ان انت عايز تقف، وزي ما قلت استثمر في ذنوبك. اشوفكم يا رب بكل خير، حلقة جديدة من كلام له معنى وجمال هاشم. السلام عليكم.